صحاب واجب ما بيفوتوش مناسبة حزينة أو سعيدة غير لما بيحضروها، وبيودوا أصحاب عمرهم ترب وبيعيطوا عليهم، وبعدها بساعة يطلعوا على الأفراح والحفلات يرقصوا ويغنوا وكأنه ما حصلش حاجة. ليلى زاهر عيطت على دلال عبد العزيز، وطلعت بعدها بكام ساعة على حفلة في الساحل الشرير، واللي بتعمله يسرا بعد رحيل كل فنان بيصدم الكل. مواقف مثيرة للفنانين بعد رحيل أصدقائهم من الوسط الفني. يا ترى إلهام شاهين عملت إيه بعد رحيل سمير غانم بكام ساعة؟ وليه بيحضروا حفلات وأفراح في نفس اليوم اللي بيرحل فيه الفنان؟ تعالوا أقول لكم كل التفاصيل دي في الفيديو ده، بس خليكم متابعين معايا للآخر. الدنيا مقلوبة على السوشيال ميديا من ساعة ما واجب عمرو 60 خطيب مريم عامر منيب حصل، وده بسبب اللي عملته الفنانة يسرا في اليوم ده، لأنها بعد ما قدمت الواجب فيه وواسة مريم في المسجد كان شكلها زعلان جدا ومتأثر. تقول يعني إنها تقعد شهر عشان تطلع من المود ده، بس المفاجأة إنها طلعت من المسجد، ركبت عربيتها وحطت ميك اب وشالت شال أحمر على لبسها الأسود، وراحت رقصت وغنت مع رجل الأعمال نجيب ساويرس والمطرب أبوه في افتتاح سينمات جديدة. والحقيقة إن ده مش أول موقف ليسرا، لا هي معروفة بمواقفها دي، يعني عملت نفس الحركة يوم رحيل صديق عمرها الفنان سمير غانم، واللي كانت علاقتهم ببعض قويه. الصبح وقت الصلاه عليه كانت منهاره من العياط ومش قادره تصلب طولها، وبالليل لبست فستان احمر بريش وكانت بترقص، والفرحه مش سايعاها في فرح بنت رجل اعمال. يسرا لما الناس هجمتها وقتها طلعت وردت بكل جرأه وقالت: انا عمري ما هقدر ارضي كل الناس، مهما عملت مش يمكن انا رحت الفرح ده عشان اقدر انسى الحزن على فراق سمير غانم، وبعدين ما كل يوم في فرح وفي رحيل، فهعمل ايه يعني؟ طبيعي افرح واحزن في نفس اليوم. والصراحه يا جماعه ما كانتش لوحدها، لا ده كمان الفنانه الهام شاهين ولبلبه وليلى علوي عملوا نفس الموقف، طلعوا من الصلاه عليه راحوا على الفرح ورقصوا وقضوا الليله مفيش بعد حلوات، وكأن اللي رحل ده ولا اكل معاهم عيش وملح. وقتها كان تعليق الناس على موقفهم كان ده. ليلى احمد زاهر، ودي بقى رغم انها كانت لسه صغيره ما كملتش ال 20 سنه، بس عملت موقف صعب حد ينساه بعد رحيل الفنانه دلال عبد العزيز، وهو انها حضرت الصلاه عليها مع ابوها الفنان احمد زاهر، واللي كان مسندها لانها كانت زعلانه عليها ومش شايفه من كتر العياط. ومفيش كام ساعه بعدها كانت بترقص في حفله كبيره في الساحل الشرير، ولما اتسالت ازاي كنت الصبح بتعيطي عليها وبالليل بترقصي، قالت: انا فعلا كنت مكتئبه، بس بابا عشان يطلعني من الحاله دي جاب لي تيكت للحفله وقال لي روحي واتبسطي واطلعي من الحاله دي، ده انا حتى جايب لك الساحل وانتي واخواتك عشان افرحك. الراقصه دينا عملت نفس الموقف في واجب زوج المطربه كارول سماحه، راحت لها المسجد ووستها، ويا دوبك خرجت من باب المسجد غيرت في العربيه ولبست بدله رقص وراحت رقصت في فرح الفنانه رنا رئيس، وكانت الليله فيها انبساط على الاخر. ورغم ان الناس انتقدتها وقالت ازاي تعمل حاجه زي كده، ما كانش ينفع انها بعد ما تطلع تروح فرح وترقص فيه، حتى تراعي مشاعر كارول سماحه اللي فقدت زوجها. بس دينا ما اهتمتش كالعاده بالتعليقات ولا بالهجوم اللي حصل عليه، وتجاهلتهم تماما، لا وكمان نشرت فيديو ليها من الفرح وهي بترقص والضحكه مرسومه على وشها وبترقص العرسان. وبصراحه يا جماعه هي برضو معذوره، ده شغلها الاساسي ومصدر دخلها، فما تقدرش تقول لا، بالذات انها اصلا بتكون متفقه على الفرح من قبلها بفتره كبيره قوي، يعني العروسه زي ما بتحجز القاعه بتحجز الراقص اللي هتيجي في فرح، فدينا ما ينفعش ترجع في كلامها، دي تبقى تعبانه ومش قادره وبرضو مضطره تطلع وترقص وتفرح الناس.